اهلا بيكم، رمضان كريم. ومش عارف والله يعني الفكره الجديده دي هل هي لطيفه ولا لا، لاقت استحسان ولا لا. لكن زي ما اتفقنا في اول الجلسات، يعني ان انا حابب ان انا اعمل زي سلسله في رمضان كده، اكون بحكي فيها قصه، ويكون كل يوم بشكل او باخر قصه صغيره قصيره، يكون فيها اما اصل بيت شعر او اصل قصه، مثل عربي من الامثال العربيه المشهوره. بدأنا مع الحب والعشق وذهبنا إلى النصح نصح الأمراء، وبعدين رحنا لمدح وتطبيل الأمراء، وبعدين رجعنا إلى حب الوطن ونصح الأهل. ويعني هنعرج على حاجة شبيهة ليها، ونرجع تاني للمتنبي أشهر شعراء العرب، ونقول قصة بيت شعر شهير جدا عند الناس يعني. ولكن عشان نقول قصة بيت الشعر دي، فمرة تانية نحكي مع بعض قصة المتنبي. المتنبي قلنا ان اول ما بدأ في العراق، وادعى النبوة في العراق. فطبعا اهل العراق ما سكتوش عليه وحاولوا يقتلوه، فهرب ونفد بجلده وراح سوريا. راح حلب بالتحديد، وفي حلب تعرف على سيف الدولة الحمداني مؤسس الدولة، وتقرب إليه حتى تقربه وأصبح من حظوته. ولكن طبعا في في نظير ذلك كان يغدق عليه سيف الدولة الفلوس والعطايا، ولكن في المقابل خلق لنفسه طبعا أعداء من خلال التنافس حول الإيه، حول رجال حول الأمير. ودي من عيوب السلطة، وفي نفس الوقت من قوانينها وقواعدها، إن دائما عندما يصل الإنسان إلى السلطة فبيتشكل حول منه أناس بيحاولوا يتقربوا إليه، يجدوا لأن في تقربهم إليه كثير من المنفعة وكده. وانت وحظك كحد في السلطة، إما أن انت يكون عندك أشخاص زي المتنبي كده يحاولوا يتقربوا إليك بأن هم يمدحوك عمال وعلى بطال. ولو تفتكروا لما اتكلمنا في بيت الشعر الشهير اللي أحيانا في بعض الناس وصلت إن هي يعني متشددين شوية، وصلوا إن هم كفروه في بيت الشعر ده، لما قال يا أحسن الناس كلهم. فيعني قالوا انت كده بتتعدى على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الأخير أو يكون عندك حد زي المحاربي اللي حكينا قصته أظن يعني من يومين ثلاثة كده، لما قال يا أمير إن صدقناك أغضبناك. آه، الشاهد، فدايما بقى بينشأ حوالين هذا الرجل صاحب السلطة، هذا الرجل صاحب الإمارة، بتنشأ مجموعة من أنواع الصراع. ناس بتحاول كلهم بيتقربوا إليه يتوددوا إليه وهكذا. وطبعا سيف الدولة زيه زي أي أمير كان بيبقى حوالين الناس دي، وتشعر كده إن إيه، في شعور إن الناس دي كانت بتحب هذا النوع، لأن هذا التنافس بيزيد يعني لما بيقعدوا يتنافسوا مع بعض، إيه، مين بيطبل أحسن، مين بيتقرب أحسن إلى الرجل، فده بيزيد من الإيجو بتاعته. إلا إن في أحد هذه المنافسات كان واحد من الناس يعني المنافسين إليه، أظن كان اسمه ابن خلوي. وابن خلوي في مشدة من المشدات ومنافسة لغوية، قام جاي ايه، حدفه حدفه بحاجة برضه عوره. فالمتنبي زعل واخد بعضه ومشى. برضه عشان ما نظلمش يعني، في فرق ان كانت المجالس، واحد زي سيف الدولة برضه، الفرق ما بين زمان ودلوقتي عظيم. برضه كانت في مجالسه، اي نعم كان في شعراء ومطبلاتية، لكن كان في مجالسه ناس فلاسفة زي الفارابي، وناس عظام يعني، ناس في الاخر تشعر ان هذا الرجل او في هذا الزمن كانوا بيهتموا بالمدح والتطبيل، ويهتموا ان هو حد يقعد ينفخ فيهم. لكن في نفس الوقت مجالسهم كانت مجالس ثقيله يعني ثقيله. لكن دلوقتي بص عندنا كده، شوف مين اللي بيبقى، يعني ربنا ينجينا، مين اللي بيبقى موجودين حول بلاط الامراء، فتلاقي ناس يعني هو بس مطبلاتيه وخلاص، وياريتهم حتى عدلين وكده. المهم المتنبي زعل وشعر ان هو كده بالاهانه، وشعر ان يعني سيف الدوله لم يحميه كما يجب، ولم يدافع عنه كما يجب، ولم يعطيه يعني حقه. فاخذ بعضه ايه ومشى. وساعتها الملوك بيتنافسوا مين يجيب مين من الشعراء، ويجيب الشعراء والعلماء والكتاب والفلاسفه، مين يقربهم الى مجلسه. فطلع ساب سيف الدوله الحمداني ونزل على مصر
عند كافور الإخشيدي. وكافور الإخشيدي يعني أجزل إليه العطاء في البداية، بل حتى أنه هو وعده بولاية، أنه هيديله ولاية من ولايات مصر. ولكن بعد فترة فمدحوا طبعا المتنبي ويعني ظبطوا في الأول، لكن بعد فترة سحب عليه الراجل الكافور وما ادالوش حاجة، فغضب المتنبي أكتر وهجاه هجاء شديدا، يعني هجاه حاجات صعبة قوي في رجولته وكده. ورحل وذهب إلى العراق، وفي الطريق مات. ففي المرحلة بقى اللي كان ساب فيها سيف الدولة في حلب وراح إلى مصر، الناس هناك في حلب ما سابهوش وقعدوا يقطعوا فيه من وراه عشان بس يسوقوا العلاقة أكتر ما بينه وما بين سيف الدولة، حتى يعني سيف الدولة ما يحنلوش ويرجعوا تاني. إلى أن هم حتى وصلت بيهم الدرجة من الخصومة أنهم أشاعوا موته، قالوا له سيف الدولة ده المتنبي مات. فالراجل بقى قال أبيات الشعر أو قصيدة شعر لطيفة رقيقة تحكي فيها عن شعور المغترب. فما بالكم بمغترب اغترب عن وطنه الأول ووطنه الثاني، ثم اغترب عن أهله وأصحابه، ثم اغترب عن حلمه، أنه كان يعني شخص له شأن في سوريا وله شأن في مصر، ثم في الآخر كفر الإخشيدي يعني اداله على قفاه زي ما بيقولوا، ما بقاش في عنده حاجة. فالراجل قال قصيدة شعر رقيقة جدا تحكي حال المتغرب المغترب زي ما قلنا عن المكان، والمغترب عن الحلم، والمغترب عن الناس. فيقول المتنبي: بما التعلل لا أهل ولا وطن، ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، لا تلقي دهرك إلا غير مكترث، ما دام يصحب فيه روحك البدن. الله بدأ بقى يرى الحياة على طبيعتها، وبدأ يعني يقول إن كل ذلك رايح، ويوجه خطابه إلى سيف الدولة: يا من نعيت على بعد بمجلسه، كل بما زعم الناعون مرتهن، كم قتلت وكم مت عندكم، ثم انتفضت فزال القبر والكفن، قد كان شاهد دفني قبل قولهم جماعة، قد كان شاهد دفني قبل قولهم جماعة، ثم ماتوا قبل من دفنوا. الله، شفتوا الحتة دي؟ بيقول له يعني دول مش أول ناس يجيبوا في سيرتي عندك، مش أول ناس يموتوني حتى عندك، فاللي بينعيني عندك دلوقتي وبيطلع إشاعة موتي، في قبلهم ناس عملت نفس الحركة وهم كمان ماتوا، وأنا هو عايش وهم اللي ماتوا. قد كان شاهد دفني قبل قولهم جماعة، ثم ماتوا قبل من دفنوا، اللي هم أنا. ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وده كان بيت الشعر اللي ذكرنا عليه قصة اليوم. كل سنة وانتم طيبين. سلام.